السلام عليكم. بثلاثيه نظيفه برشلونه بطل للكلاسيكو. الكلاسيكو بتاع امبارح ده اللي كانوا بيقولوا عليه ودي، لكن بصراحه الماتش ده المفروض ما يتحسبش ان هو ودي، لان الماتش كان حماس وماتش رايح جاي بين الفريقين بغض النظر عن النتيجه الثقيله بتاع برشلونه. لكن الماتش كان في ايد ريال مدريد، وريال مدريد كان يقدر يخلص الماتش، لكن هو ده برشلونه في الكلاسيكو. برشلونه عرف يستغل الفرصه، قدر ان هو يمتص اندفاع لعيبه ريال مدريد ويدافع كويس قدامهم. ده اللي حصل في اغلب وقت الماتش زي ما شفنا امبارح. برشلونه اللي الدفاع بتاعه اصبح من نقطه ضعف لنقطه قوه، ظل وجود اروخو وكوندي وكريستنسن وبالدي والاسامي الثقيله دي. دفاع برشلونه بقى مرعب. طبعا برضو اكتر حاجه اثرت في نتيجه الماتش هو مستر تشافي اللي ادار اللقاء بحكمه كبيره ورغبه في الفوز برغم كثره التبديلات. برشلونه بكامل عناصره اظهر جاهزيه كبيره لماتش الكلاسيكو، لان كل واحد عارف قيمه الكلاسيكو، يعني بغض النظر عن انه ماتش ودي لكنه كلاسيكو. طبعا زي ما قلت قبل كده وهقول تاني، سبب كبير في خساره ريال مدريد هو مستر كارلو انشيلوتي، وهو اول شخص المفروض يسال على الهزيمه دي. تاني حاجه اللي انا قلت عليها الحلقه اللي فاتت ان دفاع ريال مدريد ضعيف، دفاع مش قوي كفايه انه يوقف اي هجوم. فتعالوا نشوف كده احداث الماتش وتابعوا معايا الفيديو للاخر. ريال مدريد زي ما قلت وبقول فريق مرعب لا محاله هجوميا، لكنه برضه لسه ناقصه المهاجم الصريح، والاهم من المهاجم الصريح ناقصه مدرب. عايزين نسيبنا من المجاملات يا جماعه والكلام اللي بنقوله بعيد عن الكوره ده. وانشيلوتي انقذ ريال مدريد في الموسم اللي قبل اللي فات ده لما خد دوري ابطال اوروبا. والله يا جماعه ريال مدريد هو اللي انقذ انشيلوتي، استلم الريال بعد تجربه فاشله في نابولي وايفرتون. فريال مدريد محتاج ان هو يغير الكادر الفني كله. في الحقيقه الريال امبارح هدد مرمى برشلونه اكتر من مره، والحظ عنده في كذا كوره، وحاولوا ان هم يلعبوا كوره جميله في اكتر من مره، وكان في نديه في اللعب. لكن للامانه ريال مدريد ينقصه اللمسه الاخيره في الثلث الاخير من الملعب اللي هي بيقوم بها المهاجم الصريح. في الحقيقه ريال مدريد في الماتش الاخير ده كان لازم يكون فيه مهاجم صريح. كنت فاكر ان رودريجو هيكون كويس في المكان ده، لكن في الحقيقه رودريجو تحركاته لا تناسب تماما المكان ده. بصوا المباراه ما كانتش وحشه من جانب فريق ريال مدريد، ممكن نعتبرها ان هي محطه رئيسيه لاكتشاف فريق ريال مدريد في الموسم الحالي. وبكده نطلع من الماتش ان ريال مدريد بحاجه وبشده لكيليان امبابي، وخلاص يعتبر الميركاتو فاضل له يوم او اتنين بالكتير، فلازم بيريز يتحرك وفي اسرع وقت يحاول يتعاقد مع امبابي. فانا بقول ان في الوقت الحالي حان وقت امبابي. انشيلوتي واضح جدا انه عايز يبين لبيريز ان امبابي سواء جه او ما جاش هنكمل الموسم كويس. لكن ماتش امبارح اكد ان دفاع ريال مدريد ضعيف جدا. بيريز لحد دلوقتي امن النص وما امنش الدفاع. نص الملعب يعتبر نقطه قوه عند ريال مدريد، وكمان الهجوم مش وحش، لكن برضه زي ما قلت ينقصه اللمسه الاخيره اللي هو المهاجم. لازم في الوقت الحالي يجيبوا واحد يملى فراغ اللي سابه كريم بنزيما. بس هنفضل مكملين في مسلسل امبابي وهنشوف لسه ايه اللي هيحصل في الكام يوم اللي باقيين دول. نخش بقى نتكلم على كام حاجه تانيين عجبتني في ماتش امبارح قوي من جانب نادي برشلونه. واول حاجه لفتت نظري في الماتش هي الجون الاول. بصوا واضح جدا الجون الاول ده مش بالصدفه تماما، الهدف الاول ده متدربين عليه اكتر من مره، وانا بصراحه بعشق الاهداف اللي بتيجي بعد عمل في التدريبات. ومن الواضح ان الهدف ده ما كانش هيجي بالطريقه السهله دي الا لو كانوا اتدربوا عليه بالساعات، وبعد كده يتم تطبيقه في ماتش زي ده، يعني ماتش كلاسيكو. ففي الحقيقه دي نقطه مضيئه تتحسب للجهاز الفني. تاني حاجه برضو لازم اتكلم عنها هو اللاعب روميو، وافد برشلونه الجديد اللي ب 3 مليون بس. يعني انا استغربت يا جماعه لما دخلت بحثت تاني امبارح بعد الماتش، لقيت ان اللاعب ده ب 3 مليون يورو بس. اللاعب ده والله يا جماعه يسوى اكتر من كده بكتير. برشلونه تقريبا اخر حوالي 10 15 سنه مفيش اللاعب اللي هو نص ملعب مدافع ارتكاز ده، يعني اللي هو نص الملعب اللي بيأدي المهام الدفاعيه بس. روميو عمل كده امبارح، لاعب نص ملعب دفاعي وكمان عنده حته التسديد، يعني سدد كوره كده في اول الماتش جت في العارضه لمسها كورتوا تقريبا، كوره عالميه. فشابول روميو ارفع له القبعه، وبصراحه عمل ماتش عالمي امبارح. تاني لاعب لازم اتكلم عنه طبعا هو اللاعب لوبيز. في الحقيقه انا وانا بتفرج على الماتش امبارح ما كنتش عارف مين اللاعب ده، انا كواحد برشلوني ما اعرفش مين اللاعب الناشئ اللي نازل يلعب ماتش زي ماتش الكلاسيكو. لقيت واحد مأدي اداء فظيع جدا في الماتش، ما شاء الله. لوبيز عنده شخصيه لاعب بيلعب من سنين في الكلاسيكو مثلا، يعني دخل الماتش قدام ريال مدريد في ماتش كلاسيكو سجل جون بتسديده من بره منطقه ال 18 في تيبو كورتوا. يعني انت خد بالك من دي، تيبو كورتوا مثلا في كام لاعب مش عارف يسجل فيه جون من بره منطقه ال 18، يقوم هو رزعه جون محترم. صنع جون برده لفيران توريس بطريقه ممتازه جدا، باين لك قد ايه ان هو خامه كويسه. اعتقد ان هو هيكون قنبله الموسم ده. وطبعا بيرجع كل الفضل لتشافي اللي وثق فيه ونزله ماتش قوي زي ماتش النهارده ده. ماتش مش سهل، يعني ماتش فيه نديه.
فدي من اروع الحاجات اللي عملها تشافي في الماتش بتاع امبارح. هختم بقى الفيديو بكلامي عن فرانك دي يونج، اللي للامانه والضمير والحقيقه التاريخيه ان فرانك دي يونج نجم المباراه الاول. بالنسبه لي مباراه فرانك دي يونج امبارح من اجمل المباريات اللي لعبها من زمان. فرانك دي يونج عمل ماتش امبارح رائع وياخد 10 من 10 على الماتش، يعني يعتبر ماتش كامل من فرانك دي يونج. اللاعب كان بياخد الكرة بيلعب سهل ممتنع، يعني بيستحوذ على الكرة صح، ينقل اللعب صح، يباصي الكرة صح. بصراحة شابوه دي يونج والله، واعتقد ان الموسم ده هيكون طفرة ليه. بس هو ده كان الفيديو، لو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ولما يجي واحد صاحبك مثلا يقول لك ده ماتش ودي، ده ماتش مش عارف ايه، لا هو الكلاسيكو كلاسيكو معروفة يعني. بس كده، كان معاكم فريد عصوة، سلام.